ازاي تستهدف الجمهور المناسب في حملاتك التسويقية عشان تحقق افضل نتيجة؟ معاكم زياد سليم واحنا هنا في دبوتك. الخطوة الأولى وهي تحديد الخصائص الديموغرافية للجمهور. يعني إيه؟ يعني لازم تعمل سيرش وتعرف عمر جمهورك إيه، جنسهم، أماكن تواجدهم فين، وإيه هم الاهتمامات اللي هم مهتمين بيها أو الحاجات اللي هم بيحبوا إن هم يهتموا بيها على السوشيال ميديا، لأن ده هيساعدك في إن أنت تستهدفهم بشكل كويس. اوعى تعمل الاستهداف من دماغك من غير ما تعمل بحث كويس يأكد لك إيه هي الخصائص الديموغرافية للجمهور. الخطوة التانية وهي استخدام أدوات التحليل زي جوجل أناليتكس، لأن ده هيساعدك على فهم سلوك جمهورك على الإنترنت وأماكن تواجدهم، بالتالي هتقدر تستهدفهم بشكل كويس. الخطوة الثالثة وهي تقسيم جمهورك المستهدف. اوعى تعامل جمهورك على أساس إن هو كتلة واحدة، لازم تقسمهم لشرايح صغيرة بناء على احتياجاتهم واهتماماتهم عشان تقدر تستهدف كل شريحة بشكل كويس لوحدها وبالتالي تزود نتائج حملاتك التسويقية. الخطوة الرابعة وهي اختبار إعلاناتك. جرب أنواع مختلفة من الإعلانات، جرب مرة تستخدم فيديو، مرة تستخدم صورة، ومرة تستخدم ديزاين، عشان تعرف إيه بيجذب اهتمام جمهورك المستهدف أكتر وبالتالي توصل لهم بالحاجة اللي هم حابين يشوفوها. وبكده تكون عرفت إزاي ممكن تستهدف جمهورك المناسب. تأكد إن أنت عامل لنا فولو عشان هننزل لك نصايح أكتر هتساعدك في إن أنت تنجح في الديجيتال ماركتنج بتاعك وتكبر البيزنس الخاص بيك. أنا زياد سليم وإحنا هنا كنا في دبوتك.